الجزء الثالث من الباب الأول من كتاب لا بطعم الفلامينكو لدكتور محمد طه. صباح الخير، أنا إنسان طيب. في مشهد مؤلم جدا في فيلم War for the Planet of the Apes، لما أبطال الفيلم قابلوا في رحلتهم قرد كبير في السن هربان من سجون الجنود الأمريكان وعايش لوحده في أحد الكهوف من سنين. استنى، المؤلم في المشهد مش إنه كبير في السن أو إنه عايش لوحده فترة كبيرة جدا في كهف مظلم. المؤلم إنه لما جه يعرفهم بنفسه قال لهم إن اسمه باديب، قرد سيء. كان غريب جدا إن حد يعرف نفسه بالاسم ده، بس بعدها فورا تقدر تفهم إن ده اللقب اللي كانوا بينادوه بيه الجنود الأمريكان. كانوا كل ما يشوفوه يقولوا باديب، كل ما يندهوا عليه يقولوا باديب، كل ما يطردوه أو يعاقبوه يقولوا باديب. طيب، إيه برضو المؤلم في ده؟ المؤلم في ده إنه صدق إن ده اسمه فعلا واقتنع إن دي صفته، وبدأ يعرف الناس بيه على إنه باديب. صعب جدا ومؤلم جدا، بس ده البعد الأول فقط من الألم اللي أنا أقصده. البعد التاني من الألم ده هو إن إحنا نفسنا ساعات بنعمل كده، وبنعمل كده مع الناس اللي بنحبهم، مع أقرب الناس لينا، مع ولادنا، مع أزواجنا وزوجاتنا، مع إخواتنا، مع زمايلنا في الشغل، مع أصحابنا. وزي ما إحنا ساعات بنعمل كده، إحنا كمان ياما اتعمل فينا ده. يعني الزوجة اللي جوزها طول الوقت يقول لها انتي مقصرة، انتي ما بتفهميش، انتي نكدية، انتي جايباني لورا، انتي فاشلة، انتي أفشلتي حياتي. هي بعد شوية بتصدق ده عن نفسها وتتهز ثقتها بيها وتتكون عندها صورة ذاتية سيئة جدا، وتبدأ تتعامل مع نفسها ومع جوزها ومع كل الناس على إنها فعلا مقصرة ومش بتفهم ونكدية وفاشلة. هي بتبدأ حرفيا تشك في نفسها. الولد اللي أهله بيوصلوا له دايما إنه وحش، مش كويس، سيء، مش بيسمع الكلام، دايما غلط، أقل من فلان وعلان، هو برضو بعد شوية بيصدق ده عن نفسه ويتعامل بيه معاهم ومع كل اللي حواليه. البنت اللي بيوصل لها من أهلها وناسها ومجتمعها إن جسمها ذنب وإن وجودها إثم وإنها قليلة وصغيرة وما تستاهلش، شوية شوية هتصدق ده وهتتعامل بيه ومش هتشوف غيره، وممكن تدافع عنه وكمان تهاجم أي حد يحاول يعرفها حقوقها ويفتح عينيها. ياه، قد إيه إحنا مصدقين عن نفسنا حاجات كتير قوي وهي في الحقيقة مش حقيقة. لسه في بعد تالت للألم. البعد التالت هو إني بعد ما صدق عن نفسي الحاجات اللي وصلتني واتعامل بيها مع الناس على إنها فعلا أنا، ده يوصل ليهم مني ويصدقوه عني يعني إيه؟ يعني وصل لي زمان إني ما استاهلش وأنا صدقت ده، وما جت أتعامل مع جوزي على إني ما استاهلش وعيش خانعة مقهورة مطفية، فهو يشوف ده فيا ويديني فوق دماغي أكتر. وصلني زمان إني فاشل وأنا صدقت ده، كل ما أبدأ أشتغل جديد أتعامل مع زمايلي على إني فاشل وهم يشوفوا ده فيا ويتعاملوا معايا على أساسه، يتعاملوا معايا على إني فاشل. وصلني إني قليل ومليش لازمة، وصلني إني طاووس زماني، وصلني إني عاجز وقليل الحيلة، وأنا صدقت ده وبتعامل بيه مع الناس، فالناس هتعاملني طبعا على أساسه. دائرة مغلقة من الوجع، ألم ذو 3 أبعاد، مجموعة متقابلة من الرايات العاكسة لنفسها. يعني لما أكون أنا مش بحب نفسي، الناس هتحبني ليه يعني؟ ما هو هيوصل لهم من غير منطق ولا كلمة إني مش بحب نفسي. لما أكون مش بسامح نفسي، غيري هيسامحني ليه إن شاء الله؟ لما أكون رافض نفسي، أنت هتقبلني ليه؟ ما تصدقه عن نفسك يصل إلى الناس ويعاملونك به. والله لو كنت من جواك مصدق إنك تستاهل، ده هيوصل للناس وهيعاملوك على أساسه. لو كنت مصدقة إنك ذنب وإثم وخطيئة من خطايا الزمن، ده هيوصل للناس وهيعاملوك بيه. لو كنتم مصدقين إن في أمل، لن يكون هناك أي شيء غير الأمل. كأنك كل يوم بتقول للعالم صباح الخير، أنا إنسان سيء، أو أنا إنسان طيب، أو أنا إنسان حائر، أو إلخ، ولن تتلقى من العالم سوى ما ترسله له. أعتقد كده ممكن نفهم عبارات زي ما تبحث عنه يبحث عنك للرومي، وإنك لا تقابل إلا نفسك في طريق القدر لمصطفى محمود، وغيرها. طبعا ده مش معناه إطلاقا نفي مسؤوليتك عن أفعالك وتصرفاتك ونوعية وجودك بحجة إن ده اللي وصلني عن نفسي وصدقته، لكنه فقط علامة على الطريق اللي مليان علامات تانية كتير.
التانية كتير. ازاي بقى اللي جوانا بيوصل للناس من غير حتى ما تتكلم ولا كلمة؟ ازاي علاقتنا بنفسنا بتتحسن من اللي معانا من غير حتى ما ياخدوا بالهم؟ دي حكاية كبيرة قوي هنتكلم عنها بعد شوية. بطل تعامل نفسك على انك باد ايب علشان العالم يبطل يعاملك على انك باد ايب. وقول معايا كل يوم الصبح: صباح الخير أيها العالم، أنا إنسان طيب. You don't have to be so nice. طبعا لما تقول صباح الخير أيها العالم أنا إنسان طيب، ده مش معناه خالص إنك تسمح لحد يستغلك أو يأذيك أو يستبيح حدودك، ومش معناه إنه مش من حقك تغضب وتزعل وتبعد أحيانا. الطيبة غير السذاجة وغير البلاهة وغير التهاون في الحقوق. أول تدريب في السايكو دراما حضرته كان في روما، وكانت المدربة بتعلمنا حاجة مهمة جدا. طلبت 30 شخص تقريبا إننا نتحرك في المكان بشكل عشوائي ونمشي نبص في وش بعض، وكل واحد فينا يرسم على وشه تعبيرات تلقائية. ما كانش فيه أي شروط أو تعليمات بخصوص تعبيرات الوجه اللي بنعبر عنها. المدربة لاحظت إن كل الناس كانت بتضحك في وش بعض، أو على الأقل كنا بنرسم تعبيرات وجه لطيفة. حد بيضحك، حد بيبتسم، حد بيرفع حواجبه، وهكذا. الست طلبت مننا طلب غريب شوية. قالت لنا: من فضلكم you don't have to be so nice، يعني مش لازم تكونوا لطفاء للغاية. وطلبت إننا نبدأ نظهر على وشنا تعبيرات مختلفة خالص. مش لازم نضحك، ممكن نكشر، ممكن ننفخ ونفش، ممكن نعبر عن زهق، عن غضب، عن استياء، عن اشمئزاز، عن حزن، عن ضجر. وبدأنا فعلا نعمل كده. اللي قطب حاجبيه، واللي نفخ خدوده وفشها، اللي عوج بقه، واللي طلع لسانه، واللي عمل أي حاجة. وصلتني من التمرين ده رسالة مهمة جدا رغم إنها بديهية جدا. الرسالة دي فكرتني بحاجة درستها في التحليل النفسي قبلها بشوية، وهي إن في نوع من الناس بيتصرف مع اللي حواليه طول الوقت على إنه شخص لطيف جدا، بيرضي كل الناس، مش عاوز يزعل حد. ممكن يتكسف إنه يقول لأ، أو يخاف إنه يعترض أو يغضب أو يزهق، وإن ده يبان عليه. دايما بيحاول يتجنب المشكلات ويرضي جميع الأطراف، وساعات كتير بيقدم احتياجات الآخرين على احتياجاته هو شخصيا، مهما كان جواه من مشاعر إنسانية عادية واحتياجات بشرية لا جدال فيها. بيسموه people pleaser، مرضي الناس. الشخص ده اتعود من صغره إنه يفضل دايما الطفل اللطيف الظريف الهادي المسالم الضاحك المبتسم اللي مش بيشتكي ولا بيهش ولا بينش. ورغم إن دي حاجة شكلها جميل وشيك وحلو من بره، لكن الطفل ده بيعمل كده على حساب نفسه، وبيكتم جواه لسنوات طويلة مشاعر إنسانية كتير جدا هي من حقه، بس وصل له إنه مش مسموح ليه يعبر عنها. مشاعر زي الكره والغضب والملل والاشمئزاز والرفض. الطفل ده اتعلم إنه ما يعبرش عن مشاعره الحقيقية علشان يتجنب المشكلات اللي ممكن تحصل ليه أو تحصل بسببه كما يصور له من حوله. الطفل ده أهله حملوه مسؤولية هو أصلا ملهوش علاقة بيها، وهي إن اللي حواليه ابتداء بيهم طبعا يبقوا راضيين ومبسوطين، وإذا ما حصلش ده يتحمل هو المسؤولية والعقاب طبعا. صديقي العزيز، صديقتي الغالية، من حقك تعبر عن اللي جواك كما هو، من حقك تظهري ما بداخلك كما هو، من حقك تحب أو تكره، من حقك تفرحي أو تحزني، من حقك تزهق أو تمل، من حقك توافقي أو ترفضي، من حقكم ترسموا على وشوشكم نفس اللي محفور جواكم. من حقك بكل بساطة وبديهية إنك تكون حقيقي. من حقك بكل بساطة وبديهية إنك تكون بر الوالدين وبر الأبناء. من أكتر المناطق الشائكة في العلاقات الإنسانية علاقة الشخص بوالديه. في العلاج النفسي المنطقة دي بيكون حواليها طبقات كتير جدا من الوجع أحيانا واللخبطة أحيانا والشعور بالذنب أحيانا أخرى. كل الأديان بتدعو لطاعة الوالدين وبرهما وخفض جناح الذل من الرحمة لهما، وده طبعا حقهم بلا جدال. بس لو حد من الوالدين دول قاسي، مؤذي، مشوه نفسيا لأولاده، لو حد منهم مضطرب، مش متزن، مختل، لو أب بيصبح ولاده بعلقة ويمسيهم بشتيمة، أو أم بتتعامل مع أولادها على إنهم ما زالوا داخل رحمها ومش عاوزاهم يطلعوا يشموا نفسهم ويكبروا ويعيشوا حياتهم، لو أب عاوز ابنه يكون مشروعه الخاص ويحقق أحلامه الشخصية من خلاله، أو أم مش بتحس باحتياجات أولادها النفسية وبتنكرها عليهم زي ما بتنكرها على نفسها، بلاش كده. ده في أب كل علاقته بالأبوة هي خانة الزواج اللي في البطاقة،
وأم من كتر اللي في البطاقة، وأم من كتر كرهها لنفسها كرهت أولادها في نفسهم، والأب اللي بيحرم بناته من التعليم، واللي بيدخل ولاده كلية معينة غصب عنهم، واللي بيدفن أنوثة بناته من سن 3 سنين، والأم اللي بتبلع أولادها وتخوفهم من كل العالم علشان يفضلوا جنبها، واللي بتسمح لأولادها إنهم يتطاولوا على بناتها فقط لأنهم ذكور، واللي تعلم بناتها إن وظيفتها في الحياة هي فقط خدمة زوجها والسماح له باغتصابها كل ليلة باسم الزواج، وإن ده أهم من شغلها وتعليمها ووجودها نفسه. طيب والأب اللي بيعتدي على بناته جنسيا، والأم اللي مش بتحمي بناتها وتصدقهم وتدافع عنهم لو البنت جت وقالت لها إن حد لمس جسمها، بالعكس دي تلومها وتضربها وتقول لها خرسي بلاش فضايح. طيب واللي بيربوا أولادهم على الإحساس بالذنب ويزرعوه فيهم ويسقوه ويكبروه لغاية ما يلتهمهم، واللي يتفننوا في استفزاز أولادهم لغاية ما يقربوا يكفروا بنفسهم وبالحياة وبربنا، واللي يقولوا لأولادهم كل يوم إنهم جم غلطة أو إنها جت بنت وكانوا عاوزين ولد، واللي يحرجوا أولادهم بنت وكانوا عاوزين ولد، واللي يحرجوا أولادهم قدام الناس، واللي يقارنوا بينهم وبين بعض أو بينهم وبين زمايلهم وقرايبهم وجيرانهم. طبعا مش هكلمكم عن الضرب والتكتيف والحبس واللسع بالنار وشد الشعر وغيره من العقاب النفسي والجسدي اللي أقل ما يوصف به إنه غير آدمي، واللي وصل مؤخرا إلى إن أب يموت ابنه الشاب بعد ضربه بسير غسالة مربوط فيه مفك. جريدة الوطن 22 يوليو 2018. وأم تحرق ابنها الصغير بالمية السخنة اليوم السابع 13 مارس 2018، وغيرهم. وقبل كل دول الأب والأم اللي عاوزين يفصلوا أولادهم على مقاسهم ويخلوهم نسخ مشوهة مزيفة من أنفسهم، يكتموا صوتهم ويحرموهم من تلقائيتهم ويطفوهم ويطبقوهم ويسرقوا أرواحهم منهم. وبعد كل دول الأب والأم اللي بيختاروا لابنهم مراته والبنتهم جوزها على غير رغبتهم، واللي بيبوظوا جوازات ولادهم، واللي بيجبروا بنتهم إنها تكمل في جوازة مليانة أذى وذل وإهانة. وقصاد أي يشهر الوالدين على طول في وشهم سلاح بر الوالدين. لو ما سمعتش كلام أنا مش راضي عنك، وشوف هيجرى لك إيه في حياتك لما أغضب عليك وإنت ابن عاق علشان بتقولي لأ. فيحس الأبناء بالذنب ويتكسروا من جواهم ويضطروا لمزيد من الانحناء والانطفاء والنزيف النفسي البطيء. وأصعب ما في ده كله إنه بيتم أحياناً بصيغة دينية وباستخدام نصوص دينية مقدسة تحت لافتة كبيرة عنوانها التربية والتقويم. ومين يقدر يستحمل غضب ربنا المرتبط بعدم رضا الوالدين؟ أنا سمعت بوداني الولد اللي بيقول أنا مش عايز أي حاجة من أبويا غير إنه يعاملني على إني بني آدم، والبنت اللي بتقول أنا لما بشوف بنت مش خايفة من أبوها ومش حاسة منه بالتهديد أنا بحسدها. نعمل إيه بقى في ده كله؟ نقول لهم اسمعوا الكلام؟ قولي لبابا حاضر يا حبيبتي، اعتدي عليا يا بابا كمان وكمان. قول لماما حاضر يا ابني، مش هكون نفسي وهكون زي ما انت عاوزة يا ماما. نسيبهم يدفنوا نفسهم؟ نشجعهم على التشويه والوقت وسرقة الروح؟ عاوز كده؟ في الحياة لأ، وألف لأ، بل مليون لأ. بر الوالدين مش معناه أبدا إني أسمح لهم يشوهوني ويؤذوني نفسيا أو جسديا، ومش المقصود بيه خالص إني ألغي نفسي وأكون نسخة تاني من حد غيري، ومش هو إطلاقاً إني أغمض عيني عن إحساسي وفهمي وتقديري الخاص للأمور على حسب ظروفي وواقعي. بر الوالدين ما يكونش بإن الأبناء والبنات يدفنوا نفسهم أو يكرهوا أنوثتهم أو يشوهوا رجولتهم أو يفسدوا علاقتهم بجسمهم. بر الوالدين ما ينفعش يسحق وجودي ويسلبني إرادتي ويحرمني من نفس الحقيقة الفطرية ويعيشني طول حياتي بنفس مزيفة كل وظيفتها التأقلم مع هذا الكبت وذاك السواد. البر الحقيقي للوالدين هو إني أكون نفسي وما كنش مسخ بشري يمشي على الأرض بسببهم أو بسبب غيرهم. البر الحقيقي للوالدين هو إني يكون لي اختياراتي في الحياة اللي ممكن جدا تكون مختلفة عن اختياراتهم في الحياة، وده حقي. وبالمناسبة النجاح عن اختياراتهم في الحياة، وده حقي. وبالمناسبة النجاح الحقيقي للتربية هو إن أبنائي يطلعوا مختلفين عني، مش نسخة مكررة باهتة مني. البر الحقيقي للوالدين هو إني أقول لهم لأ عند اللزوم، لأ عند الأذى، لأ عند الظلم والتشويه والافتراء. الوالدين بشر، والبشر يخطئ ويصيب ويقوى ويضعف وينجح ويفشل ويعدل ويظلم. الوالدين ممكن ذكائهم يخونهم وتفكيرهم يستهويهم ورؤيتهم تكون قاصرة في بعض الأحيان. الوالدين لهم طاقة وقدرة وحدود. الوالدين مش آلهة، الوالدين بني أدمين ويسري عليهم كل ما يسري على البني أدمين. وإذا كان أي حد بيسيء استخدام الدين زورا وبهتانا علشان يدي تصريح لنفسه أو لغيره بفرض سطوته على أبنائه وحرمانهم من آدميتهم، فالرد والدفاع برضو موجود في الدين بشكل لا يقبل أي لبس أو خلط. طيب
ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. من دون جدال محدش قال كده إني أقول لأ بكل أدب واحترام غير إني أقل أدبي وأتأفف وأطول لساني وأنهرهما. طيب وبالوالدين إحسانا، جدا جدا، بس الإحسان مش معناه الطاعة العمياء والسماح بالتشويه والظلم والأذى. بالعكس، قمة الإحسان هي إني أكف الظالم عن ظلمه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه. وأنا بكده بكون في صفه وبعمل لصالحه. والأوضح والأكثر مباشرة من كل ده هو قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والتفسير مستحيل يكون قاصر على إن الدعوة للشرك معناها إن حد في القرن 21 يطلب من ابنه إنه يعبد النار مثلا. لا، المعنى أوسع من كده بكتير، وأرى إن أهم شيء يطلبوا من أولادهم إنهم يتعاملوا معاهم هم شخصيا على إنهم آلهة مقدسة لا تخطئ ولا تذل ولا تنسى. هو في شرك أكتر من أب عاوز يخلي نفسه إله يأمر فيطاع؟ هو في شرك أكتر من أم تتعامل مع أبنائها على إنها إلهة تعلم ما لا يعلمه أحد؟ هو في شرك أكتر من أب وأم بيتصوروا إنهم ملكوا أولادهم ومن حقهم يعملوا فيهم اللي هم عاوزينه؟ أنا مصدق إن ده أحد مستويات ما ليس لك به علم، مش بس عبادة الأوثان والأصنام والنار والحجارة. وما ننساش أبدا إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومفيش معصية أكبر من تشويه النفس واستباحة حرمتها ووأدها بالحياة. وما ننساش كمان الراجل اللي راح لسيدنا عمر بن الخطاب يشتكيله من عقوق ابنه، وبعد ما سيدنا عمر سمعه وسمع ابنه قال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقق، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. نحطهم جوا عنينا قبل أن يسيء إليك، نحطهم جوا عنينا، لكن عند التشويه نقول لهم لأ. نرفعهم فوق راسنا، لكن عند الظلم نوقفهم. نشيلهم من على الأرض شيل، لكن عند الأذى من حقنا نحمي نفسنا. تقديس البشر في البيت يؤدي إلى تقديس البشر في الشغل، يؤدي إلى تقديس البشر في الشارع والجامع والكنيسة وكل مكان نرى فيه صورة الأب أو الأم. وده مش بس بيظلمنا، ده بيظلمهم هم كمان، لأنه بيحرمهم من إنسانيتهم وحقهم الطبيعي في الضعف والخطأ والفشل. والتعامل معاهم ومع غيرهم على إنهم بشر هو أول خطوة وأهم خطوة في مساعدتهم على الرؤية ومنحهم حق المساعدة ووضع أقدامهم الكريمة على طريق التغيير اللي هم أحق وأولى الناس بيه، لأنهم غالبا قاسوا في حياتهم أكتر مما قاسينا، واتأذوا في نفوسهم أكتر مما تأذينا، وتشوهوا أكتر ما تشوهنا. إزاي بقى أقول لأ؟ إزاي أنتصر لهم وانصرهم بجد؟